السلام عليكم ورحمة الله. أنا متجوزة وعندي طفلين وعمري 37 سنة. متجوزة من حوالي 10 سنين. عمري ضاع وأنا عندي أمل وبتمنى نظرة حب ورضا من جوزي. بيصرف عليا كويس جدا قدر الاستطاعة. مستقيم، ملوش نزوات، متدين، وبيتقي الله في كل حاجة إلا فيا. هو طبعا شايف نفسه زوج مثالي، أو شايف على الأقل إن كل الرجالة كده. مش بيتكلموا حلو، وجاف جدا وحاد قوي في كلامه معايا. حتى كلمات الشكر قليلة جدا، بتبان ان هي مصطنعة ومش من قلبه. وانا تعبت جدا من احتياجي لأي كلمة حلوة منه. وما تقولوليش حاولي معاه، انا تعبت من كتر ما حاولت وخلاص ما بقاش عندي طاقة. انا بطبعي رومانسية جدا، وكبرت وانا شايفة بابا دايب في حب امي. بابا عدى ال70 سنة، ولحد دلوقتي أول حاجة بيعملها عند دخوله البيت إنه يروح على ماما ويبوسها ويحضنها، وبعد الأكل يقولها تسلم إيدك. أنا والله فضلت سنين عمالة بدي من غير مقابل، وببذل مجهود كبير جدا، وعمالة بعمل في أفكار وحركات رومانسية وكلام حب. بس للأسف بحس إنه مل مني ومن تصرفاتي، وأوقات كمان بيكون مستغرب من اللي أنا بعمله. انا مش بطلب منه ان هو ينام ويقوم وهو دايب في حبي. عاوزة بس منه شوية رفق ولين في الكلام وفي الاوامر وفي التوجيه، وكمان في النقد. انا بيجي عليا وقت بكون بحبه جدا، وبتغاضى عن اي حاجة وحشة بيعملها، وبتغاضى عن الكلام الحلو اللي انا محتاجاله. لكن لما بينتقدني باسلوب او بنظرة جارحة بنهار جدا. ليه بيعمل معايا كده؟ انا ناقصني ايه؟ انا ناقصني ايه عشان احس ان في حد بيحبني؟ ليه افضل طول الوقت متوترة وشايلة هم اني اعمل حاجة تضايقه، او اقول حاجة مش على هواه فيجرحني بكلمة او بنظرة؟ ليه اعيش حياتي كده؟ انا وصلت لمرحلة ان بقيت اقول انا عايزة اعيش قصة حب. انا نفسي اتحب، نفسي اشوف الحب في عينين حد ياخدني في حضنه علشان هو محتاج ده، وعشان انا مهمة بالنسبة له. صعبان عليا نفسي جدا. راحت فين الاحلام الوردية والحياة الزوجية والحب والحنان اللي بيهونوا الصعب علينا؟ انا مش بعرض المشكلة عشان اسمع حلول، انا بس عايزة اوصل رسالة لكل راجل ما بيحبش مراته او ما بيهتمش بيها، او ما بيسمعهاش حتى لو كلمة حلوة، بيستخسر فيها النظرة الحنينة. ارجوكم ارحمونا واهتموا بينا شوية، واتقوا الله فينا. اختي العزيزة، اولا انا فاهمة كويس اللي بتمر بيه من وجع وحزن، وده طبيعي جدا انك تحسي بالاحتياج العاطفي والرغبة في الحب والاهتمام، خصوصا انك باين عليكي شخصية رومانسية جدا وعايشة في جو مليان حنان من صغرك. اول حاجة عايزة اطمنك عليها ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي سامعك وحاسس بيكي وشايفك وعارف اللي جوه في قلبك. واول حاجة بوصيكي بيها انك ما توقفيش عن الدعاء خالص، وانك تقربي لربنا، لان هو الوحيد اللي قادر يلين قلب جوزك ويغير اللي جواه. زي ما ربنا قال في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فخليكي دايما مع ربنا، وادعي كتير على قد ما تقدري، واطلبي دايما من ربنا انه يرزقك السكينة والمحبة في بيتك. تاني حاجة، الرجالة غالبا بيعبروا عن مشاعرهم بطريقة مختلفة شوية عن الستات. يعني ممكن جوزك يكون بيعبر عن حبه ليكي من خلال أفعاله، أو مثلا إنه بيصرف عليكي كويس، أو إن هو مستقيم ما بيبصش كده ولا كده. مشكلته إن هو بس مش عارف يعبر بالكلام أو الحركات الرومانسية اللي انتي بتحتاجيها. ده مش معناه ان هو مش بيحبك، لكن ممكن يكون مفهومه عن الحب والتعبير عنه مختلف شوية، زيه زي معظم الرجالة. لكن ده مش معناه انك ما تتكلميش معاه. حاولي تفهميه اللي بتحسي بيه بطريقة هادية من غير لوم ولا عتاب ولا خناق ولا زعيق. مثلا قوليله: انا بحتاج اسمع منك كلام حلو عشان بحس بالامان والسعادة. ممكن يكون مش واخد باله من تأثير كلامه واسلوبه عليكي، وده هيحتاج وقت عشان يفهم ويستجيب. وبرضه كمان نصيحة مني: خدي بالك من نفسك كويس جدا واهتمي بيها، وخصصي وقت لنفسك ترتاحي فيه او تعملي فيه حاجة بتحبيها، او حتى تتكلمي مع صحباتك او تخرجي معاهم اللي بتحسي معاهم براحة. ده هيساعدك كتير انك تحسني حالتك النفسية. واخيرا عزيزتي الزوجة، الحياة الزوجية محتاجة صبر وتفاهم، لان التغيير بيجي ببطء. فاستمري في الدعاء، وخليكي واثقة في ربنا وما تفقديش الامل،
لأن ربنا قادر يغير القلوب ويصلح الأحوال. أسأل الله أن يلين قلب زوجك تجاهك، ويرزقك السكينة والمحبة في بيتك، ويجعل حياتك الزوجية مليانة حب وتفاهم، ويرزقك السعادة والرضا في الدنيا والآخرة.